اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم كن معي في بكاء الليل ولا تجعلني من أصحاب الويل. يا رب فقد ضاقت الأسباب وأغلقت الأبواب، فردنا إلى الصواب وأبعد عنا الهم والغم والاكتئاب. يا رب الأرباب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا ريت نسمي الله يا حبايبي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا بركة بسم الله. طبعا يا حبايب قلبي، انتوا فاكرين قناتي اللي هي قناة يوميات أم أدهم اللي ان شاء الله كانت معاكم من الاول، وان شاء الله هنكمل فيها تاني باذن الله. انا رجعت لكم تاني ان شاء الله، ورجعت لكم اقوى من الاول باذن الله، بس انتوا دعموني كده وتشجيعكم معايا كده ولايكاتكم الكتير عشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. يا ريت يا حبايب قلبي اللي كان معايا من الاول واللي هيخش معايا جديد ان شاء الله عشان القناه تكبر بيكم باذن الله، لايكات كتير كتير كتير. بالله عليكم عشان القناه تكبر ونرفع الفيديوهات وكل الناس تشوف، وكل ما تعملوا لايك ان شاء الله عشان كل اللايكات دي بترفع الفيديو وكل الناس تشوفه. فان شاء الله عايزين نكمل مع بعضنا كده يا حبيب قلبي وان شاء الله هنبقى اقوياء من الاول باذن الله. بس انتوا شدوا حيلكم معايا. يا ريت بس شدوا حيلكم معايا، ويا ريت اللي يدخل يكتب لي كومنت كده ان شاء الله في كل فيديو اعمله، يكتب لي هو منين بيتابعني منين، بالله عليكم بس. وان شاء الله نكمل يا حبيب قلبي مع بعضينا. ادعموني بلايك كده وشير وسبسكرايب، وان شاء الله القناه تكبر بكم باذن الله. انتوا عيلتي التانية، يا ربنا يديمكم في حياتي يا رب، ويديمكم نعمه كبيره في حياتي يا رب العالمين. وتحياتي تحياتي لكل حبايبي اللي كانوا معايا من الاول واللي هيدخلوا معايا جديد ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله، ويا رب يرزقكم رزق يتعجب له اهل السماوات والارض ان شاء الله يا حبيبه قلبي باذن الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا قلت المقدمه دي الاول عشان خاطر هنبتدي فيديوهات ان شاء الله قويه مع بعضينا وهنبتدي مع بعضينا كده. هنا حبايب قلبي جيت لكم هنعمل مع بعضنا كده كيكه بسيطه وسهله وسريعه عشان فيروز كانت رايحه المدرسه طبعا واخر يوم في الامتحان زي ما انتم فاهمين، فحتى مصرة ان هي لازم تاخد جاتويه تعمل كيكه، فانا قلت لا نشتري جاتو ليه لما احنا موجودين. نشتري جاتو ليه. جبنا الخلاط وجبنا معانا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. هنحط 3 بيضات باذن الله يا حبايب قلبي، نحط عليهم الفانيليا، 3 بيضات بس بدرجه حراره المطبخ ما يكونوش ساقعين، وهنحط عليهم ظرف فانيليا كده ايه عشان ايه الزفاره. فيروز طبعا ايدها غالبه ايدي، ايدها غالبه ايدي كده اهو، عايزه تحط كل حاجه هي. واقفه جنبي بس اكيد شايفينها. وهنحط يا حبايب قلبي شويه خل كده يعني حوالي معلقه خل، دي برضه عشان الزفاره وبتفتح لون الكيك وتخليها كويسه. بس ومعانا هنا كوبايه بتاع ده حوالي كوبايه وربع يعني من السكر عشان تبقى ايه ولا محليه جو ولا هي اللي ايه يعني مش حلوه يعني كده تبقى مظبوطه، يعني كوبايه ونص كوبايه وربع بس كده يا حبايب قلبي. هنضربهم كده لما يعملوا فوم حلو كده ويبقوا يعني يدوك اللون الابيض الهش خالص دوت. هنضرب كده لما ان شاء الله ايه يدينا قوام مظبوط. بس يا حبايب قلبي ومعانا هنا طبعا ديكوا شايفين خلاط هنفضل نضرب فيهم ضرب مبرح يعني مبرح. حلوه مبرح دي. ومعنا هنا كوبايه من الحليب او حليب على شويه ميه يعني زي ما انت تحبي، لو ما عندكش حليب كفايه زودي ميه مش مشكله، الميه مش يعني مش وحشه ولا مضره ولا اي حاجه، ميه كويسه برضو مش هتنشف معاكي الكيك ولا هتخليها كده ولا كده. بس ومعنا هنا يا حبيب قلبي كوبايه الا ربع من الزيت، بس يكون زيت نظيف عشان ما يعملش ريحه في الكيك، عشان يخلي الكيك طالع يعني كده ايه ريحته كويس، ما يبقاش عاطي ريحه وحشه كده او طنه كده ما تحطيش زيت من بتاع التومين يعني.
بس فكده ايه انا هنا بقول لكم كنت بشرح لكم وبقول لكم يا ولاد ان احنا حطينا ايه الزيت لازم يكون نضيف. بس يا حبايب قلبي، وهنا معانا الدقيق. طيب ايه، طبعا حبايب قلبي عارفين كل يعني طريقة الكيك، بس ايه عشان نعملها مع بعضنا وهنبتدي مع بعضنا، قلنا نبتدي بحاجة حلوة. حطينا معانا هنا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين وربع. حطينا معاهم كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، وحطينا معاهم معلقتين نشا كبار، وحطينا معاهم ذرة ملح اللي هي البركة. ده البركة لازم كده، البركة في كل حاجة عشان البركة تحل. بس يا حبيب قلبي هننزل بهم في البولة بتاعتنا هنا هوت، عشان خاطر نعرف نقلبهم بالليه بالمضرب السلك، ان البولة اللي كانت فيهم دي الدقيق كانت مضلعة فمش هتعرف تضرب بيها. هننزل عليهم بالخليط يا حبيب قلبي سائل، وهنضربهم كويس. ونسيت اقول لكم يا حبايب قلبي ان انا كنت حاطه معلقتين كاكاو، عشان هي احنا هنعملها ايه بالشوكولاته يعني اللي هي ايه كيكه ايه شوكولاته يعني. بس فهنا كنا عم دهنين الصينيه زيت وحاطين فيها حبه دقيق، مبدرينها بالدقيق عشان ايه الكيك ما يلزقش فيها. صبينا الخليط يا حبايب قلبي وهندبه ايه كده دبتين حلوين كده على الرخامه، بس بالراحه على الرخامه عشان ما تتكسرش. هنضرب كده خبطتين. طبعا المدرس كان بيدي هدير بره بيقول لها ماما بتكسر في المطبخ ولا ايه، وانا كنت طبعا انا ما صدقت، ما فيش غل بقى في الصينيه. بس يا حبيب قلبي، وهنا ايه هنحطها في الفرن. كنا مولعين الفرن من قبليها عشان يبقى سخن، عشان تدخل على فرن سخن. بس حطينا الكيك وهنرجع هنا نعمل ايه هنعمل شويه كريم شانتيه. طبعا يا حبايب قلبي انا حطيت كوبايه من الكريم شانتيه على كوبايه متلجه ميه، بس لازم تكون مثلجه يعني متلجه من التلاجة يعني كده. بس يا حبايب قلبي، وده كريم شانتيه محلى، بس يا ريت اللي هيعمل يكون يجيب كريم شانتيه اللي هو الخام مش المحلى، لان بيبقى كويس يعني بيتضرب بسرعه ويعمل فوم حلو بسرعه. في ناس بتعمله بجيلاتين وفي ناس تعمله كده. طبعا هنخلص الكريم شانتيه وهنطلع ايه الصينيه بتاعتنا، اكيد طلعناها من بدري وبردت. بس يا حبايب قلبي التشققات ده انا مش عارفه دي منين، فيا ريت اللي عارف يكتب لي في الكومنتات وايه يكتب لي في التعليقات التشققات دي منين. منين عايزه افهم لما هي كويسه. لما هي كويسه وطلع. بص يا حبيبي والله خفيفه زي الاسفنجيه بالظبط، ما فيهاش اي غلطه. بس ما اعرفش انا التشققات دي جات لها منين، مع انها طريه وهشه من جوه، ما اقدرش اوصف لكم يعني، كان نفسي تشوفوها معايا. طبعا قبل ما نقسمها يا حبايب قلبي انا بقول لكم هنا هنقسمها، بس هنا هنحوش الوش بتاعها كده عشان نظبطها من فوق، عشان الكريم شانتيه اللي هيتحط عليها. انا قلت افرحها بس كده، دي ايه حاجه كده عشوائي يعني كده، عشان خاطر ايه ما تزعلش، وعشان خاطر بدل ما كنا نشتري جاتوه من بره قلنا نعملها كده. ما خدتش معانا وقت ولا خدت معانا مجهود، ودقيقة الدقيق طبعا موجود معانا في البيت، وكل حاجة موجودة في البيت الحمد لله يعني. ربنا يرزقكم كلكم يا رب من حيث لا تعلمون. بس فقلنا طالما كل حاجة موجودة ومتوفرة نعملها في البيت، ليه نشتري جاتوه يعني ليه؟ قولوا لي انت ليه طيب، وقولوا الفيروز في التعليقات ليه. بس الحمد لله اقتنعت بيها وقالت دي كويسة وعجبتها يعني. واحدة صاحبتها في المدرسة شافتها بتقول لها ده ماما فنانة فنانة يا وليه. ولا عمري. بس يا حبايب قلبي هنا طبعا احنا حشنا الوش خالص كده، وهننزل عليها كده ايه في النص كده هنقسمها ايه يا ولاد. بص بص والله العظيم زي ما اكون محدده ان هي تتقسم. بص والله سبحان الله، يا بركه دعاك يا ام. بص يا حبايب قلبي هنا هنقسمها بصوا. بس انا كان نفسي اجيب السكينه الكبيره عشان ما كانش ايه طبعا ما كنتش ناويه ولا هعمل اي حاجه كده ولا يعني، ما كنتش مظبطه نفسي، فعملتها بالسكينه الموجوده عندي وخلاص. المتاح عندك اعملي بيه، مفيش حاجه تقف معانا احنا. بص كل حاجه المصري احنا المصريين كده كل حاجه لازم نتصرف لها، مفيش حاجه تقف معانا ولا في حاجه تعطلنا. واللي عطلنا ايه اللي عطلنا إيه؟ مش عارفه بيقولها ازاي يا اختي. بطلنا اللي عطلنا. بس فايه ان شاء الله خير باذن الله يا حبيب قلبي. يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك، ودعوة من قلبكم حلوة كده. ويا ريت اللي يتابعني ويكتب لي تعليق حلو يكتب لي هو منين، بس بالله عليكم اكتبوا لي انتم، من كل اللي يتابعني ويكتب لي تعليق حلو يكتب لي هو منين من بلد ايه. بس هنا كان معانا يا حبايب قلبي حبة شربات كده بسيطة خالص، او مية بسكر كده، بس عشان ايه اللي هي زي تعمل تماسك كده. حطينا رشينا على الطبقة الاولانية، وهننزل بحبة كريم شانتيه. طبعا هو بصي يا حبيب قلبي كان برضو ايه ما كانش ايه اتضرب كويس، لان بقول لكم كان عايز جيلاتين، كان عايز حوالي يعني معلقتين جيلاتين كده، بس انا ما كانش عندي فانا ايه، وعشان في الصيف فايه سايح برضو. بس كويس يعني هنمشي حالنا بيه ولا هنسيبه ولا عمر هسيبه، انا وراه الزمن طويل. اهو يا حبايب قلبي بوريكم القوام بتاعه يعني، ما كانش ايه كان سايل برضو بس كان كويس. هننزل بيه كده على اول طبقة.
وهنظبط الدنيا بقى الفيروز، وهنخليها تبقى ايه، ما ولا تقول جاتو ولا بتاع، ولا هتجيب ست جاتو تاني على بوق. تنسوش الاشتراك واللايك يا حبيب قلبي، بالله عليكم تعملوا لايكات كتير للفيديو عشان يترفع، وعشان حبايب قلبي اللي كانوا معايا من الاول يرجعوا يتابعوني تاني، وحبايب قلبي الجداد نكبر القناة بقى، عايزين نكبر القناة. عايزين نعمل قناة حلوة كده وتكبر بيكم، وان شاء الله باذن الله هتكبر بيكم، انا واثقة في ربنا ان شاء الله خير ان شاء الله يا حبيب قلبي. هنا يا حبيب قلبي حطيت الكريم شانتيه على اول طبقة. طبعا انا ما زبطتش ولا عملت اي حاجه، يعني هي جت كده والله، بس يعني ان شاء الله هتطلع كويسه، اديكوا هتشوفوها، انا عارفه ان انتوا هتعجبكم. انا عارفه ان هي هتعجبكم. بص انا بظبطها، ولا اجدع حلواني يا ولاد، بص والنبي يا اختي ده انا، ولا تقولي لي حلواني ولا بتاع، امتها مبلاش يا بلاش. امتها مو بس. بس هنا يا حبيب قلبي هننزل برضو بحبة اللي هي الشربات، هننسمها بس كده عشان خاطر ايه الكريم شانتيه. انا كان عندي شربات بتاع الحاجات الحلويات في التلاجة، فطلعت حطيت منه واسيبه، لازم استفيد بيه واستغله. حطيت منه برضو شوية كده عشان يديها برضو ايه حلاية حلوة كده، وتبقى ايه زي الفل. حطينا لي حبايب قلبي ورشينا عليها حبة شربات كده اهو، وهننزل برضو عليها ايه بالكريم شانتيه، هنغطيها بطبقة كريم شانتيه ونظبطها لها. طبعا كنت دايره على فراوله، ما لقيتش فراوله خالص عشان احط لها عليها فراوله من فوق، بس والله يا ولاد ما لقيت، بس هي حظها كده، بس الحمد لله طلعت كويس يعني وعجبتها، الحمد لله يعني. هنا يا حبيب قلبي حطيت لكم ايه، حطيت لها طبقه الكريم شانتيه التانية اهي، هننزل بيها اهو. ده انا غطيتها لها كلها كريم شانتيه، خليتها كلها كريم شانتيه. ما صدقت انا بقى، يلا حط وابلط يا معلم. شغاله. الشغلانه عجبتني خلي بالكم. بس والله العظيم طلعت تحفة وطلعت حلوة قوي وعجبتها الحمد لله يعني. بس بصي يا حبيب قلبي هظبطها لها تظبيطه فل فل والله العظيم يا ولاد، ما تقولوليش ولا اجدع حلواني فتح في البيت النهارده اهو، شايفي. انا هظبطها لها كلها كده بالكريم شانتيه، والله زي ما قلت لكم يا بنات كان نفسي احط لها على فراوله واعملها لها حلو، بس هي ايه ظروفها جت كده، ويعني جت مستعجل والله العظيم يا ولاد، انا بعملها الساعه 2 في الليل، شفتوا. بجد يعني، يعني عقبال ما طيبتها وعملتها كده وخلصت عشان ازينها كده، ابتديت فيها الساعة 2 في الليل والله. ده عشان تاخدها برضو معاها، وعشان ما تبقاش ايه، عشان ما تزعلش، ما اقدرش ازعل فيروز، اللوزة ده اللوزة بتاعت البيت دي، العنق الصغير. تقول انا العنق الصغير. يا حبيب قلبي بصوا بلطها بلطة معلمين، ولا بلطة بتاع المبلط. بصوا. طبعا يا حبيب قلبي احنا كده هنقسمها، وهحط لكم عليها ايه موز وتفاح، يا لهوي بص شايفين. طب بص في احلى من كده تاني والله، بس بالله عليكم تكتبوا لي في التعليقات، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بس قولوا رايكم بصراحه وانا مش هزعل. انا عارفه رايكم هيهمني، بس يكون كويس يعني، ما تزعلونيش منكم. هنا في قطعه هنا مرضيش احط عليها، انا فاكره حطيت عليها شوكولاته شيبس شوكولاته وشوكولاته شيبس الوان. بص يا حبيب قلبي والله العظيم تحفة، بس بجد كان نفسي تدوقوها. يلا زي بعض ان شاء الله خيرها في غيرها. وهنا رحيم حط طبعا، وكان عايز ياكل قطعة كده، فحط لها بتاع ده موز، وحط لها تفاح، يعني ظبطها. والحمد لله يا حبيب قلبي رضيناها وما قدرناش نزعلها، وانا ما اقدرش ازعل قلبي، فيروز دي حتة من قلبي. بس يا حبيب قلبي يا رب يكون، ما تنساش اللايك اهو، اللايك والاشتراك. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبيب قلبي، ويكون لي عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع وديعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.